السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن قيمة جميلة جدًا ومهمة أوي إن إحنا نتكلم فيها مع ولادنا، ويمكن إحنا في المجتمع مش متعودين إن إحنا نناقش ولادنا في مثل هذه القيم، وهي قيمة الزواج. إحنا محتاجين نعلّم ولادنا من وهُم صغيرين قيمة الجواز. طبعًا أطفالنا ومراهقينا بيشوفوا كمية الحوادث اللي بتنزل على السوشيال ميديا بتتكلم عن مشاكل المتجوزين، ما بيشوفوش جانب إيجابي في الجواز، وما بيعرفوش عن الجواز غير إنه الجزء الرومانسي والعاطفي والجنسي، أو إن هو المشاكل وكمية الحوادث اللي إحنا بنشوفها. الحقيقة ده ضرب لهوية الجواز نفسه وقيمة الزواج. إحنا محتاجين نتكلم عن الزواج بما أنزله الله، بالرؤية اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها أنه سكن ورحمة. محتاجين كمان نتأكد من توكيد الهوية، يعني الولد محتاج يكون شايف البنت بنظرة فيها احترام، وإنها لا تقل عنه في الحقوق، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نكمل بعض مش نصارع بعض. إحنا مش في حرب. وبالتالي محتاجة أربي ابني الجميل اللي هيبقى زوجي المستقبل إن البنات ما بتتهنش، وإنها من الرجولة. موقف ستنا أسماء ليلة الهجرة لما دخل أبو جهل فصفعها على وجهها بعد ما ضربها نتيجة إنه اتنرفز لما ما لقاش النبي وهو راجل كبير في الجاهلية، قال لها اكتميها عني، لأن دي كانت فضيحة. إنه راجل يضرب ست بالقلم دي كانت فضيحة. إحنا محتاجين نرجع أخلاق العرب اللي الإسلام أكد عليها، إن في قيمة للمرأة زي ما في حقوق للرجل. الحاجات دي مش بتتزرع وهم رايحين يتجوزوا، الحاجات دي بنتكلم فيها وهم لسه أطفال ومراهقين جوه بيتنا، عشان لما يفتحوا بيوت في المستقبل يبقى عندنا سواء جنسي ونفسي، وعندنا قيم للزواج، فننعم بعائلات ممتدة كلها صحة نفسية وكلها نتائج ترضي ربنا سبحانه وتعالى.